هل لاحظتي ان نفس القصه بتتكرر في حياتك؟ نفس الجرح، نفس النوع من الناس، نفس النهايه. يمكن المشكله مش في الناس، يمكن المشكله جواكي انت. لسه في غضب شايلاه جواكي انت، لسه في جرح ما تعاملتيش معاه صح، ولسه في درس ما اتعلمتيهوش. بيتعب. انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي ان ايجيبشن جيرل. النهارده هقول لك ازاي عدم التسامح ممكن يخلق حياتك نمط متكرر من نفس الاحداث ونفس الالم. واحده اعز صديقه ليها خذلت، من يومها بتقول لنفسها الناس ما تتامنش. واحده جوزها خانها، ومن يومها ماشيه تقول كل الرجاله خاينين. والاتنين بيتكرر جواهم كل يوم. ما بقاش في حب في الدنيا دي. اللي بيحصل هنا ان الجمله دي بتتحول لمعتقد في عقل كل واحده فيهم، والعقل وظيفته الاساسيه عزيزتي كدلك صحه اقوالك اللي بتدور في دماغك، اثبات كلامك. فيبتدي المعتقد ده هو اللي يسوق حياتك، وعقلك اللي يختار بدالك. فترجعي تصدقي الشخص الغلط وتخافي من الشخص الصح، وترجعي تكرري نفس القصه باختلاف المواقف، الشخصيات، الاسامي. وده اللي بيثبت المعادله دي. عدم التسامح يساوي غضب مكتوم زائد كلام سلبي بيكرر جواكي كل يوم، وهو ده مصنع الانماط المتكرره، الاحداث المتكرره في حياتك. ومفيش حاجه بتكسر النمط ده غير التسامح الحقيقي. التسامح الصح خرجي الغضب، بتتعاملي مع مشاعره لكن بتحتفظي بالدرس المستفاد، وتتطوري وتكملي طريق. زي بالظبط اللي لمس النار فلسعته، ما بيمشيش يفضل يقول النار مؤذيه، لانه عارف كويس ان ليها فوائدها، لكن اتعلم ان ما ينفعش ايده فيها بسذاجه وبالطريقه دي. فلو لاحظتي ان في نمط متكرر بتعيشيه في حياتك كل شويه، اكتبي فهمت الدرس وهتغير. وما تنسيش تتابعي باقي سلسله التسامح، عشان هنا بنبني الشخصيه اللي قادره تخلق الحياه اللي طول عمرك تتمني، مش اللي بتتفرض عليكي وبس. خلاص.